عنده ابنة يعني وزوجها يرغمها أو يطلب منها أن تسلم على أبناء عمها، وذكر تصافحهم وتقبلهم كذلك. نعم. أما إذا كانت المرأة شابة وتسلم على أناس آخرين فإن هذا مجمع عليه، اتفق الفقهاء على أن المرأة الشابة لا يجوز أن تسلم على الأجانب. وأما إذا كانت تقبيل كما سمعت هذا فهذا لا يجوز إجماعا، وقد نص الفقهاء على أن مثل هذا من المحرمات. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان يلزمك بذلك فإنك لك أن تتأبي وتمتنعي من ذلك، فإذا أكرهك على ذلك فينظر. فإن كان الإكراه بمعنى أن يضربك فإذا حصل الضرب فسلمت من باب المصافحة فإنك معذورة، لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن هذا من باب الإكراه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما جاء ذلك عند ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. وأما إذا كان ذلك من باب أنه سوف يمنعك بعض حقوقك أو يمنعك بعض اللطف الذي عنده فهذا لا يجوز لك أن تقبلي من ذلك، ولعل الله سبحانه وتعالى يحدث لك خيرا من هذا، والله أعلم.